السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. البوري في السوق يجنن دلوقتي ما بين 140 و160. حلو قوي، احسن ما نروح نجيب آه الله اكبر الله اعظم. احسن ما نروح نجيب الفسيخ ب700 وب1000 واسعار كده غريبه. انا بحاول اوري لكم السمك قد ايه هو صابح وجميل، بس معلش التصوير ما كنتش واخده بالي ان التصوير مش ظاهر قوي، بس شايفين فتحت النخاشيش بتاعته. اللهم صل على النبي، حمرا وصبحه وجميله، والعينين كده صبحه وجميله. المهم خدته بقى. كمان عايزه اقول لكم حاجه كده عن البوري عشان تبقوا عارفينه. البوري بتبقى راسه يعني من فوق كده مدوره، مش ليها بوز، بتبقى مدوره كده. المهم ان انا غسلته كويس قوي 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 من بره بالراحه وانا قلباه، وغسلت كمان النخاشيش بتاعته كويس قوي عشان بيبقى فيها طينه، ورحت حطاه على مصفى عشان ينزل كل الميه اللي فيه. سبته حوالي 4 ساعات. جبت بقى ملح خشن، ملح خشن او ملح خشن او ملح ناعم عادي، بس الملح خشن افضل يعني بالنسبه للتخليل. اللهم صل على سيدنا محمد. وعليه معلقه كركم، وعليه كمان معلقه شطه. طبعا ده يعني ممكن تحطي الكميه اللي انت عايزاها، مش هتفرق، بس هو في الاخر بيدوله لون كده جميل وبيخليه يعني ان شاء الله كده هيطلع زبده وجميل. يعني انا طبعا دلوقتي مش هستنى لحد لما نفتحه عشان خاطر اللي يلحق يعمل. كمان انا حطيت كده حوالي 3 معالق من الزيت، وهقلب هقلب الخليط ده كله في بعضه. بصوا السمك بقى عشان انا سبته كذا ساعه نشف في بعضه كده، فبحاول اطريه في بعضه شويه، وجبت مناديل وبنشف النخاشيش ديت عشان تبقى نظيفه كده وزي الفل، ما تديناش اي زفاره بقى، وتبقى حاجه كده زي ما انتم شايفين، حاجه كده روعه ان شاء الله، ويطلع زي الزبده باذن الله. اما يطلع باذن الله هعمل معاكم فيديو عليه، بس دلوقتي عشان اللي عايز يلحق كده ان شاء الله يشتريه بسرعه ويخلل. فاضل على 20 يوم على رمضان، يا دوبك كده يكون استوى كده وبقى زبده باذن الله. خدت شويه من الخليط حطيتهم في قلب الشنطه من تحت، وبعدين بملى النخاشيش بقى بتاعته من ناحيتين، املاها من الخليط ده. بس يا جماعه، هو مش بكتر الملح ولا بقلته على فكره، ولا كتر ولا قلته مش هيفرق، مش هيخليه يحدق اكتر كده. هي اللي بيخليه يحدق ان احنا نسيبه فتره كبيره في التخليل. انما هو 15 يوم 20 يوم حلو قوي. فاحنا دلوقتي فاضل لنا حوالي 20 يوم على العيد باذن الله، يبقى زي الزبده، يبقى تمام قوي، مش اكتر من كده. ما خلوش شهر وشويه بيحدق بقى فعلا، يبقى طعمه مش حلو. بس هو من 15 ل 20 يوم حلو قوي عليه. بنحطه كده بالعكس، وتحتيه ملح وفوقيه ملح، وبنحطه بالعكس، يعني واحده كده الراس عند الديل والتانيه الديل عند الراس، وهكذا. عملت ال4 سمكات اهوت، وبقيت كل اللي معايا دوت الخليط دوت بحطه عليه. سهل جدا، مفيهوش اي حاجه يا جماعه. وبعدين احطه بقى في كذا كيس، كيس ورا كيس ورا كيس. بحاول اخرج الهواء، بس برضو يعني بيفضل فيه شويه هواء، فعشان كده بنحطه من كيس لكيس لكيس لكيس. وبعدين اما احطه في العلبه كل يوم هحاول افتح العلبه، مش افتح الاكياس طبعا، افتح العلبه واقلبه المره دي على الوش ده، والمره التانية واليوم التاني على الوش التاني، وهكذا. كل يوم هفضل اقلبه، او كل يومين هقلبه. بصوا، من كيس لكيس. وطبعا لو كان في كمان الاسترتش ده، الاسترتش الغذائي، يبقى افضل برضو. احنا عايزين نكتمه. انا تقريبا هحطه تقريبا من 4 أو 5 اكياس. بس يا جماعة احنا ساعات بس بننسى، عشان مش في اليوم اللي بنخلل فيه هو اليوم اللي احنا بنمنتج فيه ونعمل الصوت وكده، فساعات الواحد بيبقى نسي. شايفين؟ بحاول اخرج الهواء واحاول اربط قد ما اقدر ما يبقاش فيه هواء. دي اهم حاجة في التخليل، اهم حاجة في التخليل ان هو يتكتم كويس. وبرده في الاخر انا هشيله في مكان يعني ما يبقاش، يعني يا ريت مكان يكون دافي كده، او مكان ضلمه كده، مكان ما يعني ما حدش كل شويه بيفتح عليه ولا كده. فانا هحطه. انا بشتغل دايما على البوتاجاز، على الفرن الصغير. البوتاجاز الكبير قليل لما بشغل الفرن، فانا هشيله جوه الفرن، جوه فرن البوتاجاز.
اخر بقى ما حطيته في كيس لكيس، حطيته كده في قلب علبه محكمه، وهقفل عليه كويس قوي. وزي ما قلت لكم هبقى افتح العلبه اقلب الكيس فيها بس، انما الاكياس طبعا مش هفتحها غير ان شاء الله لما يتخلل وياخد وقته. يا رب يعجبكم وتلحقوا تعملوا وتصبحوا على الف خير.